رموها من الخامس وهي بتدافع عن شرفها. وصديقة عمرها قالت عميد الكلية شد فيشة الكاميرا علشان قصة روان تفضل مجهولة، والدكاترة رفضوا يسعفوها ومسحوا أثر الجريمة، والمستشفى رفضت تستقبلها عشان معهاش بطاقة. الشابة روان نصر طالبة في كلية علوم سنة رابعة، عندها 22 سنة، بنت محترمة خدت ثقة أهلها معاها وهي رايحة الجامعة، ملهاش في أي حوارات، وكل اللي مركزة فيه هو دراستها ومستقبلها وبس. لكن للأسف وقعت ضحية المنظومة بتستغل البنات، والكلية مكان مناسب جدا لأي دكتور أو عميد مريض عايز يستغل سلطته على البنات اللي جاية تتعلم. زميلة روان في الجامعة قالت إن عميد ماسك على بنات في الجامعة مقاطع مخلة وبيبتزهم بيها، وروان كانت رافضة تبقى جزء من الانحلال ده، وبمجرد ما شافت واقعة غير أخلاقية بتحصل قدامها قررت تطلع تليفونها وتصور. والمسؤول اللي ذكرناه كان بطل الفيديو مع طالبة عنده في الكلية، واللي قدامكم على الشاشة لقطة من الفيديو، واتنشر لمدة دقيقة على جروب جامعة الزقازيق واتمسح. واضح من الصورة إنه اتصور في مكان مظلم وظاهر فيه بنت بشعرها من ناحية كتفها في مكتب مقفول. زميلة تانية روان قالت إن واحدة من بنات الجامعة عرفوا إن روان معاها فيديو فاضح بعد ما روان قالت إنها تصعد الموضوع، وعشان كده وسوست للعميد بكل حاجة وقالت له الفيديو في أي لحظة ممكن يقابلك على السوشيال ميديا. عشان كده زملاء روان قالوا إن العميد لما عرف قرر إنه يستدرج روان للدور الخامس في مبنى الرياضة في الكلية، والدور ده تحديدا مخصص لمكاتب الدكاترة، يعني الطلبة مالهمش حاجة